السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي سعادة وفي احسن حال. النهاردة جايلكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة كله يحط لايك يا جماعة، وقبل ما يحط لايك هيعمل ايه؟ كله يصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي ويا شفيعي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب انا وكل السامعين. ازيكم يا اغلى اخوات في الدنيا ويا اغلى اصحاب في الدنيا ويا اغلى ناس في الدنيا. الله يسعدكم يا رب ويدومكم نعمه في حياتي ويبارك لي فيكم ويخلينا لبعض، يخليني ليكم ويخليكم ليا يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا رب. ما تسلم عليهم يا شريف. طيب ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا في خير وفي احسن حال، وكل سنه وانتم طيبين. وهو اوقات تلاقوا الكلام حاضر واوقات ما تلاقوش، تلاقوني بنام كده. بنام. ازيكم يا حبايبنا كده؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا في خير وفي احسن حال. طبعا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. كريم. يا شريف مش عارف تسلم على الناس. انا باجي عندك كل سنه وانتم طيبين ونسيت. انا بقول لهم هو رمضان كريم بالمره. ها موتراني. خلاص يا جماعه. كلمي. اي والله ما لا انت اتفضل. لا انت اتفضلي. انا مش موترك ولا حاجه، اتكلم انت. سلم طيب على حبايبي. حبايبنا عاملين ايه؟ والله عايزه اقول لكم ان انا على فكره دي تاني مقدمه اعملها، فصلت المقدمه الاولانيه ودي التانيه هسيبها بقى مش هشيلها. النهارده يا جماعه انا مبسوطه جدا جدا. يا ترى هتعملي ايه في الفيديو ده النهارده يا اسماء؟ النهارده راحه مشوار كده صغير انا والشريف. هو مشوار وزياره. ايه هو المشوار وايه هي الزياره؟ المشوار هجيب هديه صغننه كده، طبعا مش مقام الهديه، مش من مقام اللي رايحه لها، لان هي مقامها عندي والله كبير جدا جدا، ولو مش مقامها كبير عندي ما كنتش فكرت اصلا فيها. بس انا اول ما عرفت الخبر الجميل المفرح اللي انا عرفته ده قلت لازم اجيب لها هديه، حتى لو هديه بسيطه بس اكيد هتبقى حباها. يعني اي حد في الدنيا بيتهدى، انا عن نفسي لو حد جاب لي هديه حتى لو بسيطه ببقى فرحانه جدا جدا بيها، مش بكبرها ولا بحجمها ولا باي حاجه، غير ان الانسان ده او الانسانه دي افتكرتني او انا في بالها على العموم. يعني طبعا يا جماعه رايحه فين يا اسماء؟ انا رايحه عند اخت شريف اللي مخبياها عنكم. اخت شريف، هو شريف عنده اخوات؟ هي يا جماعه اخته بنت خالته، يعني بنت خالته بس هي في مقام اخته، وانا عارفه ان هو بيعزها وانا بعزها جدا. فانا بقول لهم اهو ان هي اختك. انت مش بتقول لي هي اختك؟ هي اختي فعلا. انا عارفه ان هي اختك من زمان، من وانا مخطوبه. لان هي عندنا ماما هي اللي مربياها. فاحنا عندنا بنت خالتي بنت عمي ما بنعتبرهمش ولاد خالاتنا ولاد عمنا، لا اخواتنا زي عندنا كده. اخواتنا زي عندنا، يعني انا عندي هاجر وموده ومالك وكل ولادنا نقول لهم دي اختك وده اخوكي وكده. على فكره بيجي اوقات على موده تقول لماما اسماء يا ماما. لا يعني احنا ولادنا واحد. ده حاجه حلوه قوي ان احنا يعني ايه نربي ولادنا ان بنت خالتك دي اختك، نزرع فيهم الحب لبعض. مش الكره دي تبقى الحب بقى، يعني مثلا بتبقوا موفيين لبعض كده. فانا عارفه ان شريف بيعزها جدا وهي اخته. طيب الهديه بمناسبه ايه بقى من الاخر؟ وعلى فكره انا بعزها جدا 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 بعيد عن شريف، اركني شريف على جنب خالص كده. انا بعزها جدا. وطبعا يا جماعه الهديه بمناسبه نجاحها. هي نجحت في ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. هي خدت الاول 3 سنين بعد الاعدادي، وده عندنا بنسميه دبلوم تمريض. 3 سنين تمريض، فده عندنا بنسميه دبلوم تمريض. ما شاء الله هي عندها همه وعندها طموح، فخدت كمان 2 سنين بعد ال3 سنين، 2 سنين معهد بعد ال3 سنين، يبقى كده ايه 5 سنين. ما شاء الله يا رب يزيدها من نجاح لنجاح. انا بحب البنات اللي كده قوي قوي،
واللي عندهم طموح. فخدت كمان 4 سنين بعد السنتين المعهد. ال4 سنين دول ايه بقى؟ كلية تمريض. وبسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا بقول لك الف مليون مبروك، ومن نجاح لنجاح يا حبيبتي. فهي بجد غالية عندي جدا جدا. وانا بحب البنات اللي عندها همة، بحب البنات اللي عندها طموح، اللي بتفكر في مستقبلها قبل اي حاجة. فما شاء الله ان انت تاخدي 3 سنين دبلوم تمريض بعد الاعداد دي، وبعدين 2 سنين معهد، وبعدين 4 سنين كلية. فالله يسعدك يا رب ويوفقك، وما شاء الله ما شاء الله ناجحة بامتياز. فيعني ده دليل ان هي فعلا كافحت وذاكرت وتعبت. ويا رب يا رب كده يبارك لمامتك فيكي وفي اخواتك كمان. بس يعني انا ما شاء الله مبسوطه منك قوي، مبسوطه بجد. ساعه ما عرفت ان انت ما شاء الله ناجحه بامتياز فرحت قوي قوي قوي. فعشان كده يا جماعه راح ابارك لها النهارده، وهي دي الزياره، ان انا راح ابارك لها. انت مميزه، ويا رب اخواتك يبقوا زيك باذن الله. انا فرحت قوي لما عرفت الخبر ده ان انت نجحتي، فقلت لا لازم اروح وازورها، اجيب لها هديه صغنونه قد كده يا رب تعجبك. فانا بقى اللي مصحيه شريف من النوم علشان يجيلك. على طول بصحي شريف من النوم. يا شريف، هو طبعا انا كنت مصحيه عشان يتغدى. بقول لي ايه؟ بقول له يا شريف بقول لي ايه؟ قلت له قوم نتغدى علشان نروح نزور خالتك وكده، ونبارك لايه لبنت خالتك على النجاح وكده. الف مبروك على نجاحك بامتياز. ما شاء الله. هي كده المس بتاع الممرضات باذن الله، ويا رب تتعيني في الحاجه او في المكان اللي بتتمنيه يا رب، واللي تستاهليه، اللي بتتمنيه واللي تستاهليه. وربنا يوفقك ويجازيكي على قد تعبك اللي تعبتيه السنين اللي فاتت كلها. فانا قلت لشريف ايه، قوم يا شريف بقى علشان عايزين نروح نزور خالتك عشان نبارك لمين؟ لبنت خالتك. فهو فعل كده وقال لي طيب ماشي. المهم ايه، ما شاء الله اتغدينا وروقنا وكل حاجه. قلت يلا بقى نلبس علشان ايه، احنا اتاخرنا بجد. يعني اللي يعتمد على شريف لازم يتاخر، لازم يتاخر. صح؟ بص ايوه حسن، يلا انا هروح اجيب العربيه واجي بس اجي ايه الاقيك جاهز. انا جهزتها ماشي كله تمام. قولوا رايكم يا جماعه في الاوتفيت. انا عارفه ان هو مش كامل يعني عشان تشوفوه، بس انا حابه قوي، وحابه عشان شريف حبه عليا، وشيماء اخت حبه عليا، وهاجر. يعني كل اللي يشوفوا عليا ده هو يمكن مش ظاهر في الكاميرا حلو عشان ايه مش كله على بعض، الطقم مش باين. بس شريف قال لي حلو يبقى حلو. انا قلت له البس ايه يا شريف؟ قال لي البس الطقم ده. شوف بلبس على ذوقك ازاي. الناس دلوقتي تقول عليا لكاكه وانت المقدمه بتاعتك طويله يا اسماء. هي مش مقدمه يا جماعه، انا دي ما بعتبرهاش مقدمه، بعتبرها فضفضه معاكم. فيلا بينا عشان ما نتاخرش. روح هات العربيه بقى وانا هلبس الكوتشي بتاعي كده طب يلا 5 دقايق بالظبط. ماشي 5 دقايق من غير مارين. انا اجي تحت قدام البيت. حاضر. يلا عشان ما نتاخرش عليك. يلا باي باي باي. يلا بينا يا جماعه. ما ننساش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وهستنى كومنتاتكم الجميله. الله يسعدكم ويوفق ولادكم جميعا يا رب، ويوفق بنتي مع ولادكم، وكل واحده بتتفرج عليها دلوقتي نفسها في امنيه ربنا يحققها لها يا رب، وينجحكم بامتياز وتحققوا اي حاجه عايزينها. يلا انا هفضل ادعي لكم من هنا للسنه الجايه مش هشبع والله. يلا بينا. يلا يا جماعه، عايزه اقول لكم ان شريف على اخره مني، على اخره مني. اتاخرت عليه، نزل يجيب العربيه وانا اتاخرت عليه. اصبروا عليا بس. بقول لهم شريف هيطير ورايا. اتاخرت عليه. منور يا شباب. يلا يلا يا جماعه عشان ما نتاخرش. احنا اصلا اتاخرنا مش لسه هنتاخر. خليكم معانا. يلا بينا يا جماعه. بسم الله. بسم الله توكلنا على الله. الجو نار. خلاص يا جماعه احنا طلعنا بقى رايحين كده مشوار صغنن كده، هنشتري هديه صغننه كده
وبعدين بقى ايه، نروح للزيارة بقى اللي انا قايله لكم عليها ان شاء الله. الله كده يبارك لها في التعليقات يا جماعة، وعقبال يا رب ما كل اولادكم وعقبالكم انتوا يعني البنات اللي بتتفرج عليا ما تحققوا اللي انتوا عايزينه وبتتمنوه، وكل واحدة نفسها تدخل كلية يا رب يا رب يرزقها بالكلية اللي هي عايزاها، وكل واحدة توصل لهدفها بإذن الله. وعقبال أولادنا احنا بقى كده إن شاء الله، أولادنا وأولادكم وأي حد بيتمنى حاجة في الدنيا يا رب يتمناها يتلاقيها. لا مش عايزة أي حاجة يا جماعة. أنا بقول لشريف مش عايزة حاجة مش عاجبه، فرجعت قلت له هات. اي حاجه، اي ايس كريم بقى وخلاص. قولوا لي يا جماعه ايه رايكم في الطقم ده عليا؟ ما تحرمش من اللي جايبه لي ابدا، لان الطقم اللي عليا ده جاي لي هديه من الشيخه شوق حبيبتي. مين فاكر الفيديو اللي كنت بوريكم فيه الهدايا اللي كانت جايه لي من قطر ايام فرحي؟ لو فاكرين من غير ما اقول لكم اصلا الطقم ده جاي لي هديه هتعرفوا على طول ان هو كان جاي لي هديه. الله يسعدهم يا رب ويشفي مامة شوق باذن الله يا رب، اللهم امين. ويقوم الشيخه بالف سلامه يا رب يا رب، اللهم امين. يقومها بالف سلامه. دول اخواتي وحبايبي والله يا جماعه، من غير اي هدايا من غير اي حاجه. مش في في ناس دماغها بتبقى تروح لبعيد يعني. الجو بره حلو قوي. انا كنت باكل هنا ايس كريم وقاعده هنا انا وشيماء لما كنت بكشف عند الدكتور. شريف راح يجيب لنا ايس كريم ما جاش، قاعده صح فيه علشان ما نتاخرش. يلا يا شريف من امتى؟ يا رب بقى. المشكلة ان حكاية الحظر اللي عادت الايام دي عادت بتخلي الناس تقفل بدري. الصبح الحظر بتاع الايام دي عادت بتخلي الناس تقفل بدري، فانا يعني عايزة الحق ان شاء الله. حط اللايك. طعمها حلو. زبادي توت على بلح. اتفضلوا معانا يا جماعه. انا بصوا ما بعرفش اكل الايس كريم ده قوي، ببقى عايزه معلقه ولا حاجه. ايس كريم بقى زبادي توت على بلح بقى، يا سلام. طعمها في حته تانيه بصراحه. يا سيدي متحرمش منك يا قلبي. ظبط مطافي. بصوا يا جماعه، انا هاكل الايس كريم بقى عشان اعرف اكله براحتي كده واستمتع بيه. ارجع لكم تاني. جينا لقينا الحاج فارس هنا طلع يستخبى عشان ما صوروش، مش مشكله. واقف ورا التوك توك. يلا احنا ندخل جوه. انا روحت نشوف انا جبت ايه. ماشي نجهز اللبس مع بعض. ثواني، عايزه اقول لكم ان انا غلطانه في التاخير. الناس كلها بتقفل، الناس بتقفل من بدري قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بلب شريف طبعا جاي ورايا. خدي كده يا هاجر عشان الجهاز ده ما تقعش. شريف جاي ورايا، راح عند ماما في طلب وجاي ورايا. انا عرقت كده ليه؟ شغل التكييف انت قافله. يلا بينا يا جماعه نجهز البوكس بتاعنا، وده اول حاجه معانا. عايزاكم برضو تقولوا لي رايكم في شكل البوكس. حلو.
كان في هناك بصراحه ساده كده خالص ما عليهوش اي رسمه، بس انا يعني ايه قلت لا شكله لقيته مش ظريف بصراحه، قلت اجيب رسمه الورده الحلوه دي يعني. هي بسيطه ورقيقه صح. وقلت له بقى ايه اي حاجه تجيبها عموره يا امور قلبي يا هجوره. قلت له بقى حط لي شويه فوم ماشي. طبعا لسه ما حطيناش الهديه. طب ليه احنا عندنا؟ والله عندنا. انت عارفه شويه الفوم الصغننين دول؟ الصغننين دول بيقول لي ده ب 10 جنيه. انا كنت بجيب الكيس الاولاني الاول 50 جنيه الكيس الجام. كيس ايه ده؟ كيس كبير قوي يعني. بص يجي قد ده كتير قوي قوي قوي. اه المهم ما علينا بقى. انا يعني قلت مش مشكله احطهم لي ماشي. دلوقتي بقى هنبتدي نحط الهديه اوريها لكم الاول. فيلا بينا نشوف جبنا ايه. بسم الله يا رب الهديه تعجبكم يا جماعه. قولوا لي رايكم، قولوا انتوا كمان رايكم. ان شاء الله الهديه تعجبها. ما نشيل بقى الاسعار يعني، مش معقوله نودي هديه مكتوب عليها اسعار. شريفي جاي يا جماعه ورايا على طول. بس عايزه اقول لكم ان هو بيقول لي انا مش جاي معاكي. يرضيكم؟ يرضيكم؟ ما يرضيكوش طبعا، بس هاخد ماما معايا حماتي، هي بنت اختها فهي هتيجي معايا. المهم يا جماعه عايزه اقول لكم ان انا رحت عند المحل اللي انا متعوده ان انا اجيب منه اصلا اي اكسسوارات او اي حاجات زي دي من بتاعه البنات يعني. فرحت لقيتهم خلاص بيقفلوا، خلاص بيقفلوا. يقول لك في معرفش تفتيش وفي مش عارفه ايه. الناس عادي بتقفل بدري قوي يا جماعه بصراحه. اللي عايز يشتري حاجه يروح يشتريها من بدري، لان انا رايحه مثلا اقولوا الساعه 9 لما رحت خلاص دخلنا على 10 لقيته بيقفل. حد في الصيف عاد بيقفل الساعه 10 يقول لك عاد في حظر. المهم لحقت محل تاني وكده فجبت بقى. المهم يا جماعه دي ازازه برفان بصوا حلوه قوي 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 بصراحه. انا فتحتها هناك وشميت ريحتها يعني. انا فتحها هناك يعني بصوا اهي. شكلها برضو ظريف. طبعا انا كنت محتاره مش عارفه اجيب لها هديه ايه. محتاره جدا 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 مش عارفه بصراحه اجيب ايه. المهم فكرت البنات بتحب ايه. انا عن نفسي فكرت قلت يعني انت يا اسماء يعني لو الحاجه ليك هتحب تجيبي ايه. فقلت اكيد ازازه برفان ماشي. العلبه دي هتبقى صغيره ولا ايه؟ العلبه دي شكلها هتبقى صغيره بتاع البوكس دي. ده ما شاء الله ساعه ما حطيت فيها ازازه البرفان اتملى. مش مشكله. لا انا احط ازازه البرفان من غير العلبه. يا رب الهديه تعجبك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريتي جبت البوكس اكبر من كده يا جماعه. مش مشكله بقى. المهم ازازه البرفان يليها ايه على طول؟ يليها شيلز يا جماعه. السبراي ده انا بحبه قوي قوي قوي. بحبه بعشق ريحته حاجه كده جميله. فجبت السبراي ده نحطه كده ايه جنب ازازه البرفان على الجنب. جبت ايه تاني يا سومه؟ تا ده سبراي مجرباه يعني عن تجربه. ريحته حلوه قوي. ده بادي سبلاش يا جماعه للجسم، معطر للجسم يعني. يعني انا زعلانه ان البوكس ده صغير. ما اعرفش ان هو مش هياخد الحاجه. مش عارفه بقى. انا عشان كنت مستعجله ومتوتره. الناس بتقفل وانا مستعجله عايزه اجيب قبل ما يقفلوا. ف مش عارفه بقى. اختيار البوكس المفروض كان يبقى اكبر من كده. يلا ما علينا. تعالوا بينا بقى ولا اقول لكم خلي دي للاخر؟ خليها للاخر.
شوفوا جبتي ايه تاني، جبتي ايه تاني يا سوسو؟ ترارارا، ساعة طبعا يا جماعة. شوفوا انا تفكيري صح ولا غلط؟ تفكيري صح ولا غلط؟ مش هي دي الحاجات اللي البنات بتحبها؟ برفان، سبراي للجسم، كده يعني. ساعة، شايفين شكل الساعة؟ انا اطلعها لكم. جميلة قوي قوي قوي. قولوا لي رأيكم يا جماعة. بعرف اختار. الله الله. نحط الساعة بقى ايه كده. كل ما اجي احط الحاجة زعلانة ان البوكس صغير. احط ايه تاني يا سوسو؟ تاني يا سوسو جبتلها، لما اشيل الاسعار دي، جبتلها 70 روج. يا رب اختياراتي تكون موفقة، يا رب اختياراتي تكون موفقة. جبت يا جماعة 7 روج ده. الله على اللون يا جماعة، الله على اللون. ايه رأيكم؟ درجة اللون عجباني اللون، بس على فكرة هي فاتحة شوية في الكاميرا، يعني هي اغمق من كده سيكة يعني. ماشي. جبت لها 7 روج ده برضو. ده درجة غير الدرجة التانية خالص، درجتين مختلفين خالص. نحطهم بقى في البوكس. ايه تاني جبت ده؟ انا بعشق ريحته. انا والله انا جايبه لها الحاجات اللي انا بحبها، يا رب تعجبها ويكون الحاجه اللي انا بحبها هي حباها. ده يا جماعه ريحته جميله جميله جميله. الله والله العظيم. انا عاوزه ماما اقول لكم ان ماما عندها تقريبا 5 عندي منه، عندي منه ومستخدماه اهو. ده يا جماعه مكتوب عليه كريم مزيل عرق، بس عايزه اقول لكم الواحد ممكن يحطه زي البرفان، يحط منه على رقبته، يحط منه على ايده، مخمريه يعني بمعنى اصح. انا بجيبها كمخمريه، مش بجيبها مثلا ان هي مزيل عرق ولا كده. شوف البوكس يا شريف طلع صغنن ازاي. ايه تاني يا سوسو؟ ايه تاني يا سوسو؟ تيرارارا، مصحح حواجب يا جماعه، ما بنستغناش عنه صح اهو. ايه بالراحه والنبي ما تتكسريه. شايفين الدرجات بتاعته؟ تحفه، درجاته جميله قوي. مصحح حواجب ما بنستغناش عنه، انا عن نفسي بحبه جدا. على فكره انا كنت الاول بستخدم مصحح الحواجب اللي هو القلم. انا بنصح اي واحده ما تستخدمش القلم ده نهائي كمصحح حواجب. ليه؟ لانه بيوقع شعر الحواجب. بصراحه انا جربته الاول ما كنتش برتاح الا فيه، وكنت اجيب بالكام قلم يبقى عندي. فلما جربت المصحح اللي هو البودر ده، واللي هو اصلا بيوتي وومن بالذات، تحفه وجميل جدا جدا. هو ده اللي انا بستخدمه لنفسي اصلا، هو ده اللي انا بستخدمه لنفسي. ماشي. فانا بنصح اي بنت بلاش المصحح القلم. القلم بتيجي بقى تضغطي كده عشان تصححي الحواجب او ترسميها، بتوقع مره في مره، بتوقع الشعر او بتخف اصلا شعر الحاجب. ده يا جماعه بلاشر من ان برضو، بلاشر طبعا. البلاشر اللي هو ايه بنحطه على خدودنا يعني، ما شاء الله تحفه. انا جايبه الحاجات اللي انا بستخدمها لنفسي يعني، حاجات زيها. ده قلم كحل من ان. قلم الكحل ان ده اصلا جميل 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 اهو.
ما بنستغناش عنه اصلا يعني، صح؟ ما بنستغناش عن الكحل. انا قلت اجيب حاجات البنات يحبوها كده يا جماعه، يا رب يكون احسنت الاختيار. وده برضو صابع روج، بس ده بقى روج من اللي هو ايه، مش زي ده، لا عارفينه انتوا صح؟ بس ده درجة تانية خالص، ده اللي هو اللون النبيتي الغامق قوي. ماشي. كل الدرجات دي انا بحبها جدا. ماشي عشان ماما بترين. يا هاجر هاتيلي قلم كده يا بلبل. شايفين ده بقى، وده احلى حاجه في الهديه كلها. هاتيلي قلم عايزه اكتب بيه. قلم عادي يعني؟ قلم ازرق. هي تحت. ماما جت يا جماعه عشان انزل لها. يلا بصوا، ده احلى هديه جت، ده مصحف. بصوا ساعه ما شفته كنت جايباه على طول. احلى حاجه جت في الهديه. بس المصحف ده انا هسيبه على الوش كده، صح؟ هسيبه على الوش كده. حاضر هخلص بس. يبقى كده البوكس بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم ويا رب يعجبها باذن الله. وده ايه؟ قلنا نكتب لها كده رساله حلوه. هكتب لها رساله حلوه كده واحطها لها في قلب البوكس. ايه رايكم في شكل الظرف ده؟ تحفه على فكره ده. ما هوش رسمه يعني. نكتب لها في البوكس، بقول لها نكتب لها في البوكس، نكتب لها في الظرف ده رساله بسيطه كده ونحطها لها. هتكتبي ايه يا اسماء؟ هتكتبي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاجر القلم ده مش حلو يا هاجر. القلم ده مش جديد، ما بكتبش ليه؟ القلم ده مش جديد، ما بكتبش ليه؟ هاتيلي قلم من عادي يا هاجر. روحي بسرعه يلا عشان ماما تحت. جبت قلم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب ايه؟ خلاص يا جماعه كتبت رساله. هي رساله برضو بسيطه، كل حاجه انا بعملها بسيطه. المهم هقرا لكم الرساله. بسم الله الرحمن الرحيم. تهنئه ونجاح. من شده فرحتي بنجاحك اقدم لك عبارات التهنئه، فالف مبروك من صميم قلبي، يا رب من نجاح للنجاح. اختك اسماء. ايه رايكم يا جماعه؟ يلا بينا. المشكله بقى زي ما بقول لكم كده، لو كان البوكس اكبر كان هيبقى افضل بصراحه، كان هيبقى افضل. مش عارفه احطه فين، مش لاقيه مكان. صراحه انا مش لاقيه مكان. فين يا هاجر البطل؟ اهو. حلو كده يا جماعه. كله بقى يقول لها في التعليقات الف مبروك ومن نجاح لنجاح، وقولوا لي برده ما تنسوش رايكم في الهديه. يعني مناسبه، يعني الهديه مناسبه للنجاح ولا ايه؟ بس كده. ايه رايكم؟ يلا بينا عشان اتاخرت على ماما. يلا بينا. مش حقي يا جماعه، نسيت يا جماعه، نسيت اقول لكم. ايه رايكم في ده؟ يا لهوي، اللي حاطين الاسعار باجي اشيل الحاجه بتتبهدل. ماما بتريلي. يلا يا جماعه، عايز حاجه يا شريف؟
شريف. هجورة هتقعد عشان عارفة انت هتسألوني هجورة هتيجي معاكم ولا هتروح فين. امسكي يا هاجر، شدي الباب كده. طبعا ما رحتش معاها عند هي بتشتري هدية. هاجر هتروح تقعد عند طنط شيماء، عند خالتها شيماء يعني. يلا بينا زي ما بقول لكم كده، هاجر هتروح تقعد عند خالتها لما اجي. يلا عشان ماما رنت عليكم مره. يلا يا بلبل خليك عند خالتك بقى لما اجيلك على هناك، ماشي؟ يلا.